ما تيجي نعمل مع بعض الواقع، نفكنا بقى من حوارات الجلاشة والصح والكلام المهروس اللي ملوش اي تلاته لازمه، ده اللي اخركوا ورجعكوا ورا 100 سنه وخلاكوا تمشوا تخبطوا في راس بعض وفي الاخر تاخدوا دي. ولا انتوا اتعودتوا على الجلاشه؟ اه، الصراحه مش حلوه، ما بتحبوهاش. بتحبوا اللي ينافقكوا ويضحك عليكوا وياخد منكوا ما يديكوش، ويسيبك في الاخر حاسس انك مظلوم، وفكرك بيبقى مجني عليه وما بتكسبش اي حاجه. خدت حاجه من التفكير اللي انت بتفكره دلوقتي في اي نوع من انواع المجالات؟ فلوس، حب، شكل، صحه، راحه بال، اي حاجه. تفكيرك ده ودك فين؟ وفي الاخر عقدة المظلوم. بس انا اتظلمت. مفيش حد بيتظلم، انت اللي بتظلم نفسك. لو كل الناس اتفقت انها تظلمك وفعلا هزمتك، عقلك هيقول انا بختار اكون مظلوم او لا. اول ما تقول انا اخترت اني ما بقاش مظلوم، مش هتتظلم. لو في السجن وبيعذبوك برضو مش هتتظلم. لو اخترت انك تقول انا مش مظلوم. لكن لو استسلمت انك مظلوم وحسيت حالة نفسية، اديت لنفسك، هيأت نفسك نفسيا انك انسان مظلوم او انتي مظلومة، هتعيشي في الظلم وهتتظلمي، هتعزمي ظلم. جوزك اللي كان بيضربك ومعلم على جسمك ومبهدلك واخد فلوسك ورميكي في الشارع، واوسخ، مش عايزه اقول الوساخه اللي بتحصل بزياده، ده طبعا تعدي عليك. لكن انا مش ضحيه، لان اول ما هبقى انا ضحيه للحيوان ده هبقى ضحيه للحيوانات اللي زيه. كله ده بالفكر. اوكي، اللي بحاول اوريه لكم الواقع اللي كلنا فيه، المشاكل اللي كلنا عندنا. برسم لكم، بوريكم نفسي اهو ومشاكلها وعقدها وعيوبها وازاي دي بتتعامل مع نفسها. حطيت نفسي على المسرح عشان تشوفوا ازاي الكائن المصري بيتعامل مع الواقع. لكن انت اه عندك عقدة التجمل وعقدة الكذب، وعايز تعيش في حاجة انت مش فيها. ولما سبحان الله، ولما يجي امريكا يتحول يعيش في الواقع. يا ابني ما انت في مصر كنت بتتنطط وبتتبلطج وبتكذب على الناس وبتعمل وبتحور وايه، جيت هنا بقيت صريح ودغري وبتشتغل اي حاجة وبتتعب وملكش دعوة بحد وما بتفكرش في حد وبتفكر في النجاح. اه، اصل كل مقام مقال، اصل مصر كده. طب الغلبان بقى اللي في مصر اللي مش قادر يمشي من مصر نسيبه كده ده؟ انا مالي، انا مالي، انا طلعت. هما يعملوا كده مع بعض، انا ماليش دعوه. خليك ليك دعوه شويه وصريح شويه في المعامله، ونعرف الفرق بين الصراحه والفجر. الصراحه انا حالتي واحد اتنين تلاته. الصراحه ان سلطتي ما تجيبش ان اعمل كذا. الصراحه ان انا حالتي الاجتماعيه مش كذا. الصراحه والوضوح. اه، مش نتبلطج مع بعض ونفجر على بعض ونقول ان ده احنا كده صراحة. لا، التعامل مع النفس بصدق الاول وبعدين مع اللي حواليك. اه، ممكن تخسر كتير بس في الاخر هتبقى اتليست راضي عن نفسك. اصل مش هينفع الجو ده في مصر، يبقى انتوا مصر مش هتتغير او انتوا مش هتتغيروا ومش هيبقوا عايزين تتغيروا. انتوا اللي فيها، انتوا اللي في المركب دي، انا في مركب بعيدة خالص. المركب بتاعتكم صوتها عامل كده
انا بتاعتي هاديه، فبحاول اقول لكم ازاي نبطل في ده شويه، ونهزم الهدوء، نحترم الواقع شويه، نتفاهم مع الواقع، ما نتخانقش معاه ونهجم عليه. فكروا فيها كده، وفكروا في نقطه المظلوم، ان مفيش حاجه اسمها انا ضحيه، انا حصل لي مشكله لكن انا مش ضحيه، انا قويه وفايتر وبرزيستنت، مش هسمح لحد يخليني ضحيه. اوكي